وفي القمة الأخرى كانت المفاجأة الكبرى، حيث سقط الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز في مباراة شهدت تفوقاً واضحاً لبيراميدز. الهدف الأول جاء بعد خطأ في تنفيذ ضربة المرمى من ياسين مرعي لتصل الكرة إلى فيستون مايلي الذي سدد مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن مرمى مصطفى شوبير، ثم جاء الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة انطلق فيها مايلي من منتصف الملعب مخترقاً دفاع الأهلي وسدد بثقة داخل المرمى. أما الهدف الثالث فجاء من ركلة جزاء بعد تدخل من زيزو على كريم حافظ داخل المنطقة لينفذها كريم حافظ بنجاح ويؤكد فوز بيراميدز بثلاثية نظيفة. وبهذه النتائج يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة. تعادل الزمالك وخسارة الأهلي أعاد بيراميدز بقوة إلى سباق اللقب لتشتعل المنافسة من جديد، ويصبح الصراع مفتوحاً حتى اللحظات الأخيرة من الدوري، ومن سيصمد في الجولات القادمة هو من سيحسم اللقب في النهاية.